يسعد اوقاتكم بالخير. ما طولنا عليكم الغيبة هالمرة كتير. بس حسيت ضروري جدا اني اطلع اليوم واحكي. اليوم كل الصفحات عم تتاجر وتسوق وتروج قرية دوير بعبدة وتقصف وصواريخ وراجمات ومدفعية، والبعض منهم راح يصورها بأنها شبه محتلة. أنا ابن قرية دوير بعبدة. دوير بعبدة لحد الآن لم يطلق منها أو عليها أي طلقة. المشكلة اللي صارت هي بقرية بعبدة وليس دوير بعبدة. كان في عدد من المطلوبين، وأخبرونا أهل القرية إنه في ناس من القرية اتصلت بالأمن العام منشان يجي عليهم أشخاص غير منضبطين، ما بعرف ماهيتهم فلول ما نهم فلول، ولكن قيل إنهم فلول. سألت بالضيعة، لا حدا شاف راجمات، لا حدا شاف مدفعية. كان في أمن عام طلع حتى يلقي قبض عليهم. تمت المقاومة، جابوا تعزيزات، صار تبادل إطلاق نار على بيت محدد بمكان محدد ضمن قرية بعبدة. من كم يوم كان في مشكلة بمنطقة شميميس، هيدي سايرة بين بعبدة ودوير بعبدة، على شخص من قرية بعبدة. بس الشيء اللي المضحك والمثير للسخرية لما أطلم شوي، القواد غزال خنزير أو قرد ما بنظلم الغزال، وأعطى بيانه وأعلن بصفته زعيم للطائفة العلوية إنه قرية دوير بعبدة وإنه قتل وطالب القوات الحكومية بالانسحاب. يعني ما بعرف هو مخربط بين غزة وبين دوير بعبدة. قرية دوير بعبدة ما فيها شيء، ولكن انه انت عامل حالك زعيم للطائفة وما عم تميز قرية من اخرى. انت ما بتمثل غير نفسك. ما في حدا من قرية دوير بعبدة بيعترف فيك او بيقشر فيك بصلة. وكلنا بنعرف تاريخك القذر لما كنت تقبل حذاءه لجميل الاسد صبحا ومساء، لما كنت صبي ايران بجامع الرسول الاعظم وعمامتك اكبر شاهد، حاج تنعق مثل الغراب وتسمي حالك انك زعيم للطائفه العلويه وتحكي باسم الطائفه العلويه. والطائفه العلويه 90% او 95% منك ومن امثالك من القذرين براء. انت قواد، برجع بقولها، غزال قواد واتباعهم قطيع من القوادين والمومسات. هو بيقود قاذورات الطائفة الأسدية ولا علاقة له بالطائفة العلوية. أصلا أنا بقول أهالي ذاته ما بيقبلوك محارم تواليت، ما بيقبلوك مساحة أحذية أمام المنزل. أنت شخص تاريخك قذر، والآن حاضرك ومستقبلك أقذر. لذلك حاج تنعق مثل الغربان يا قرد أيها القواد، وضب كلابك وقطعانك من القوادين والمومسات يلي مبلشين إساءة لكل الناس على كل الصفحات. انت وياهم مثال للقذارة ولا تمثلون إلا القذارة، والطائفة العلوية منكم براء. كنتم بخير أحبائي. بتمنى توصل الرسالة لهذا المسخ، وقلنا لقاء تاني، ولكن حبيت إطلالة مستعجلة لحتى أوضح.